عسلامة ومرحبا بكم في قناة الماكلة اللبنينة مع أمينة. اليوم باش نودكم بلحمة طن بالدجاج، وصفة خفيفة صحية وكالعادة والعوايد تعمل 66 كيف. وتوا باش نتعداو لمرحلة التحضير. نستحقوا دجاج، طن، عظم مسموط، شوية زيت، جبن مرحي، معدنوس، طماطم معجونة ومعاها شوية هريسة عربي، عظم نقصوه دي غونديل، بصل، زيتون وكبار. وبالنسبة للتفويح نستحقوا كركم وكليل، ملح وتابل، زعتر ونعناع شايح، وثوم شايح وفلفل أحمر. وفي المرحلة الأولى فوحت الدجاج متاعي بالكركم والكليل، زعتر، نعناع وثوم. وبعد سخنت شوية زيت ونحط الدجاج دوب ما يطيب في القلاية. وفي المرحلة الثانية باش نعمل الصوص طماط، نذبل شوية بصل ونزيد فوقه الطماطم والهريسة العربي ونخليهم يتقليوا شوية مع بعضهم. نزيد عليهم شوية ماء ونضيف عليهم الفلفل الأحمر، الثوم، تابل، شوية ملح، ونزيد شوية ماء ونخليها تطيب. في المرحلة الثالثة باش نحضروا الفاخس، نحطوا الطن، العظم، الجبن، زيتون وكبار والمعدنوس ونخلطوهم مع بعضهم. وأخيرا خذيت طبق وحطيت فيه الصوص متاعنا. نكمل نضيف الدجاج، ومن بعد نحط الفاخس متاعي. نضيف العظم ونرش فوقهم شوية جبن. وآخر مرحلة نحطوها في الفور على 180 درجة من الفوق ومن اللوطة لمدة 15 دقيقة. وكما تشوفوا ما شاء الله الأكلة متاعنا حضرت، الريحة فايحة وكالعادة والعوايد البنة موجودة. هذه هي غرفة اليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم وإن شاء الله تكون واضحة. وأنا نوعدكم بغرفة جديدة في قناة الماكلة اللبنينة مع أمينة.